يا جماعه كله يجمع كده عشان خاطر الفيديو ده مهم جدا، عشان خاطر الموضوع زاد عن حده بصراحه وبقى رخم وغلس زيادة عن اللزوم. ملي كيتزاد على حده كيقول لك واحد المثل عندنا احنا في المغرب كيتقلب ضده. انا بصراحه يعني انا مؤخرا خدت بالي من التعليقات، وتعليق يعني بصراحه زاد كتير جدا وبقى بايخ وبقى رخم، وبصراحه انا مش عارف اصلا جايبينه منين. ام شنطه. بصوا يا جماعه عشان خاطر افهمكم، التعليق ده في الاول وفي الاخر هو مش ذنب ولا بيضايقنا ولا يفرق لنا اي حاجه خالص، لان فعلا اي مغربيه هي ام شنطه. مفيش مغربيه مش ام شنطه. كل المغربيات ام شنطه، حتى اللي قاعدين في بلدهم ام شنطه، اللي سافروا واتجوزوا ام شنطه. يعني لما فهمت معناها ان المغربيه بتاخد شنطتها وبتروح عشان خاطر هي تتجوز. طيب ما كل المغربيات كده، كل المغربيات بتاخد شنطتها عشان خاطر تروح تتجوز. المغربيه غاليه، المغربيه بتروح بشنطتها، بتروح بشنطه هدومها عشان خاطر بس الناس كلها تبقى فاهم. المغربيه بتروح بشنطه هدومها، بتروح لجوزها بشنطه هدومها. بص ما بتجيب، لا بتجيب مطبخ ولا بتجيب مش عارف ايه، ولا بتشارك في العفش ولا مش عارف ايه. المغربيه الغاليه تمام بتروح بشنطه هدومها. فاللي معاه فلوس واللي قادر ان هو اللي كيقدر على المغربيه ولا يقدر يتزوج. مش اي واحد اللي كيتزوج من المغربيه بالظبط. فكل المغربيات ام شنطه. المغربيه بتيجي غاليه، بتيجي بشنطه هدومها. حتى شنطه هدومها الشوار بتاعها او الجفاطين والجهاز بتاعها العريس دفعه في المهر. يعني في الثقافه المغربيه ان العريس بيدفع المهر، والمهر ده بيبقى عباره عن ايه؟ الشنطه بتاعت المغربيه. فالزوجه المغربيه ما بتجيش ما بتجيبش، ما بتجهزش مع العريس ولا بتجيب ولا بتشارك معاه في شقه ولا في بيت ولا الكلام ده، بطولها. فاللي يقدر عليها بيروح يتجوزها. فاي مغربيه من هنا ورايح هي ام شنطه. واي تعليق، التعليق ده بالنسبه لنا لما يجي لنا بعد كده هنقول له والله شكرا يا حبيبي تسلم، عشان خاطر انت بتعز بنت بلادك. ما بلاش بقى ان احنا نقول ان انت بتذم في بنت بلادك، لا انت بتعزها كده. اي مغربيه في الدنيا كلها ام شنطه، بتطلع من بيت اهلها بشنطه هدومها، وشنطه الهدوم بتاعتها اللي بتبقى جايباها ورايحه بيها لعريسها، العريس دفعه في المهر. صح. يعني كل اللي لبسها ده كله العريس بيكون هو اللي دافع فلوسه. صح. وهو دابا ملي كنسمعوا حنايا بنادم مزوج بالحلال، واحد في بيته ومعاه اولاده وعنده يعني الاولاد وكل شيء، والناس كتهضر يعني كتشتمو او كتقولوا الالفاظ ولا اللي هو في باله، فهادشي كيحز في خاطرنا بعض المرات. يعني انت كتشوف بنت بلادك وين كان مزوجه بالصوره في دارها ما ناقصتها خير كتسبها. علاش؟ شنو السبب اللي عتسبني وانت ما كتعرفش كشخصيا انا شنو هي؟ او كتجمع كل شيء اللي كيشوفه مزوج باجنبي كيوصفوه بهاد ام شنطه. عيب هذه ماشي. لا هي من هنا ورايحه هي خلاص، هي ما بقتش مسبه، يعني هي بقت مدح. هم اللي كيطلعوها يعني على اساس مسبه، يعني على اساس شبرت الشنطه ديالها ومشات لعنده هي اللي خطبته، وهادشي هذا ماشي صحيح. الراجل دخل من الباب ونوى الخير، يعني ما تلعب بيك، ما قال لك ما تصاحب معك يومين ويسمح فيك. الراجل جا ودق الباب ودخل وخطب وتزوج وعمل اللي كان طقوس كامله اللي كتعمل معروفه انه هو من عن مغربي. وزياده على ذلك الزواج من الاجنبي خصك تجمع الوراق بزاف، قطلها هابط للرباط وزيد يعني مش سهل ان انت تتجوز في المغرب يعني بنت بلادك. فهادشي كامل استحملوا، هادشي كامل هادك فيه مش موضوع سهل. انا مريم لما رحت جبتها لا مؤاخذه من المغرب تمام، رحت اتفحت هنا وهنا 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 وجمعت اوراق من هنا. مريم عمرها ما دخلتش الامارات غير على اقامتي انا. مريم عمرها ما خرجت من بيتها، انا اللي رحت جبتها من المغرب واتجوزتها من المغرب. والمفروض ان احنا كان عندنا فرح والفرح بتاعنا اتلغى، ومعظم الناس عارفه ان احنا فرحنا اتلغى في الكورونا وما عملناش فرح وما فرحناش واي حاجه. ورغم كل ده اتحملنا وبصوا دخلنا في موجات اكتئاب وعشنا لحظات يعني ما حكيناهاش قبل كده على السوشيال ميديا. ومعلش احنا اسفين، يمكن انتوا ان احنا ما بنحكيش وبنتكلمش كتير قوي عن الدواخل. كل همنا بس ان احنا نعمل فيديوهات مضحكه نضحككم، ما بنطلعش نتكلم في مشاكل ولا مواضيع. لكن احنا شفنا السواد ومحدش كان معانا. انا ومريم عشان خاطر نتجوز وعشان خاطر نتجمع مع بعض في بيت واحد، فرحنا اتلغى. كان فرحنا 5/4 المفروض ان هو قبل الكورونا، والكورونا جت في شهر 3 والحجوزات بتاعتنا. و15/4 كان عندنا فرح كمان في مصر، كنت حاجز قاعات في مصر ومريم حاجزه قاعات في المغرب، وعاملين الفرح ومجهزين في المغرب. هنخلص 5/4 ونروح طالعين على مصر. فرحنا التاني هيبقى 15/4 برضو، كنت مجهز فرق ومجهز نمر ومجهز وكنت صارف، ويعلم ربنا قسما بالله الفلوس لغايه دلوقتي ما رجعتش. العربين اللي كنا دافعينها في مصر وفي المغرب ما رجعتش. تمام. ورغم حجوزات الطيران لغايه دلوقتي ما رجعتش. انا دافع تقريبا حوالي 10000 درهم حجوزات طيران، يعني 100000 جنيه 100000 جنيه مصري انا دافعهم تذاكر طيران بس ما رجعوش لغايه دلوقتي. يعلم ربنا يعني عشان خاطر بس من ضمن الكلام عشان الواحد بيحلف بس رجع 3000 درهم.
عشان خاطر بس الواحد يكون صادق معاكم مع نفسه. 3000 درهم و7000 درهم راحت عليا في تذاكر الطيران ما بين شركات الطيران، لغايه دلوقتي بحاول اجمع فيهم ومش عارف اجمعهم، ومش عايز اطلع اتكلم على اسامي شركات الطيران. فده حاجه واحده، ده حاجه بسيطه بس من ضمن الحاجات اللي باظت. فانت الجواز الزواج من المغربيه مش بسهوله. ندم في دار وقال لك احنا جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، يعني ربي ما حددش انك خصك تجوز من بلادك لازم، ولا طلعتي من بلادك انتينا ماشي مزيانه وانتينا علاش يعني معلش مش اي حد كده بقى جاي من الشارع هيعرف يروح يتجوز من المغرب. عشان خاطر افهمكم، اذا ما كانش مقتدر مش هيعرف يروح يتجوز من المغرب. قسما بالله احنا اتفحتنا واتطفلحنا، وانا ومريم كنا بنكلم بعض على الكاميرا. خلاص المفروض ان احنا نازلين عشان خاطر فرحنا، وجات الكورونا قفلت كل حاجه، ودافعين وعاملين وخلصنا كل حاجه ونزلنا المغرب. وعمل مستحيل باش يدخل المغرب في كورونا يعني. نزلت يا دوب جبتها، عملنا طبلنا كده في البيت عند بيت مريم وما عملناش الفرح، وجبتها وجيت. يعني معلش كل واحد طالع بيقول لك المغربيه مشانطه. لا، ما حدش يقدر على المغربيه، محدش يقدر يتجوز مغربيه اصلا. كل واحد هيقول لك انا عايز اتجوز مغربيه ومش عارف الاجراءات صعبه جدا. الحكومه المغربيه اصلا بتبقى واقفه، بتبقى ابوها وامها. انا ما اتجوزتهاش من ابوها وامها، ده انا اتجوزتها من الحكومه. معلش يعني في الكلمه كله يكتب مشانطه، واحد قاعد كده يعني ما فيش ولا قدامه ولا وراه، يعني ما قاعد على الكيبورد عمال يكتب مشانطه. مش انت بتعمل ايه في حياتك؟ انت ايه الانجازات اللي انت عملتها في حياتك عشان خاطر تخش تهاجم الناس؟ معلش انا اسف، انا ما اتكلمتش عن نفسي كتير ولا جبت سيره نفسي، بس ان شاء الله قريب هسرد لكم تاريخ حياتي المشرف الحمد لله انا بتشرف بيه قدام الدنيا كلها. يقول لك الشحات المصري. لا انا مش شحات يا باشا، لا انا معلش انا اسف، انا مش شحات. انا راجل عندي شهادات قسما بالله ما حد يعني طلع عيني فيها عشان خاطر اجمعهم، وعشان خاطر اتعلم هنا وهنا 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 وهنا، والحمد لله وما زالوا ناجح في شغلي وفي عملي. والسوشيال ميديا دي بالنسبه لنا ترفيه تسالي مش اكتر من كده. بنحب الناس وبنحب قعده الناس وحابين وجودهم في حياتنا. لكن انا بالنسبه لي انا راجل عندي وظيفتي وشغلي وعندي حياتي. انا راجل موظف بنك الحمد لله، بحمد ربنا. السوشيال ميديا دي انا عندي استعداد اجيب ملايين من السوشيال ميديا زي غيري، بس طز مش فارقه معايا، هي مش اكتر من ان هي ما قصدهاش اصلا. لا 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 لا، هي كلها محبه الناس مش اكتر من كده. احنا الحمد لله عندنا اللي مكفينا والحمد لله. كنبدلوا الروتين ديالنا. انا بحكم ان انا جالسه في الدار كنبدل الروتين ديالي باش كنعمل مونتاج وهذاك وصافي، يعني باش ما نوقعوش في الملل او حيت محمود رافض انني نخدم. انا رافض انها تشتغل. قالت لي كتير انا عاوز اشتغل، قلت لها لا انا مش عاوزك تشتغل الحمد لله. نكسر الروتين وبتاع مش عارف ايه على السوشيال ميديا، وبنطلع نعمل فيديوهات مضحكه دمها خفيف، بنعكس الثقافه المغربيه للناس كلها بطريقتنا الخاصه. لا هو كيستغلني وانا كنستغله. انا باغيه اللي كنعمله وفرحانه، وما كاين حتى شي استغلال في الموضوع ولا ماديا، ولا ما كيدخلنا حتى شي درهم هاد السوشيال ميديا باش يستغلني ماديا. هو اصلا طز في السوشيال ميديا. السوشيال ميديا ايه؟ عندنا استعداد نعمل ملايين الدولارات من السوشيال ميديا، بس ولا في دماغنا ولا تفرق معانا السوشيال ميديا. احنا بنعمل كده محبه للناس، احنا بنعمل حبينا وجود الناس في حياتنا وحابين الناس. تمام، ما يطلعش كل واحد بقى يقعد يهاجمنا ويقول لك المصري شحات. انت ما تعرفش تعيش عيشتي ولا الفرمه اللي انا اتفرمتها عشان خاطر ابقى راجل. انت ما تعرفش تشوفها. هحكي لكم في فيديوهات بعد كده قريب. ده حاجه تضايقني، حاجه قسما بالله مخليانا شايط. ما انا مش عشان خاطر انا انسان طيب وجميل وبحب كل الناس. الناس بقى كل واحد يطلع يهاجمني ويقول لي الشحات المصري والشحتاوي المصري. انا اتفرمت في الحياه. انا شقيان من وانا عندي 6 سنين. اولها من اول بيت ابويا لغايه مصر الحمد لله كامله خير وكامله بركه. يعني يعني الناس ماشي شحاتين تما، كل شيء عايشين احسن طوموبيلات واحسن ماكله واحسن ديور عايشين فيهم. يعني ماشي علاش عندكم الفكره ديال الدوله كتعموا شخص وكتهضروا في دوله كامله، او لا واحد يكون ما عندوش الله يكون في العون. توحيد ما شحات يعني كاملين بينا شبعانين، تاكل خبز الزيت انتينا شبعانين. يعني علاش كتهضروا على الفقر تاعي ماشي الحمد لله بنشم ايدينا وش وظهر بنشبع شبعانين من بيوتنا. ماشي عيب تينا، يعني الناس فاقر في الاغنياء وكاين الفقر وكاين كل شيء، لكن الفقر عمره ما كان عيب. واخا كاينين ناس كثيره فاتحه السوشيال ميديا كتسترزق منا، وهادشي ماشي عيب، هذا شغل بيزنس. فعلاش نتوما كتعايروه بالحاجه اللي هو كيسترزق منها؟ بحال ياخذ اللي كيخرج كيفرش في الارض وكيعمل البال وكيبيع هذيك نفس الحاجه، كيشبر التليفون وكيصور هذيك. انا ولا فرق معايا السوشيال ميديا. السوشيال ميديا بالنسبه لنا ترفيهيه،
ما بنشتغلها في الويك اند، في الويك اند كده عشان خاطر بس ما نكسرش الروتين. بنعمل كام فيديو مثلا ده دمه خفيف مضحك، بنزود فكره في مجتمعنا الجميل، بنحاول ان احنا نسيب بصمتنا. يدخل ده يهاجمنا من المغرب يهاجم من المغرب، يدخل من مصر يهاجمنا من مصر. احنا قاعدين بس احنا قاعدين ملطشه. احنا ناس يا جماعه، احنا ناس مليانه مش فاضيه، قلنا لكم الكلام ده قبل كده. ومحمود ملي دخل الدار ديالنا يعني اول مره كيعتب الباب ديال الدار ديالنا، دخل بوراقه بشهاداته بكلشي، مشى لعند بوليس ولا مشى على الوراق الزواج، دخل انا داخل المغرب جايب اوراق املاكي اللي انا بمتلكها الحمد لله من تعبي وشقاي، مش طالع اشحت على السوشيال ميديا. ما طلبوش شي منه باش يتفادى ان يسمع الهضره او شي واحد يقل منه، هو اداهم. والحمد لله الناس كلها رحبت بيا هناك وقالت لي انت نموذج مشرف. احنا بنتشرف لان الانسان ورق، الانسان عباره عن ورق. والحمد لله انا كنت جايب ورقي وشهاداتي وانجازاتي وشهادات تقديري في كل شغلي وفي وظايفي وفي حياتي العمليه كلها. كنت جايب مجلد قد كده داخل بيه المغرب، مش واحد فاضي لا مؤاخذه معلش ولا شحات. ما الكلام ده يضايق. انا بحب كل الناس بحب الدنيا كلها وبحبكم كلكم، بس معلش يا جماعه ما تهاجموناش بالشكل ده. احنا ناس جميله وناس ولاد ناس وناس متربيه الحمد لله. نرتقي يعني نخلي دماغنا فوق ونرتقي وندعو كل واحد بالتيسير يحط في داره مجوج بسنة الله ورسوله الحمد لله، وعنا ولادنا فادعوا بالتيسير. اللي عنده شي كلمه طيبه يقولها، واللي عنده شي كلمه خايبه يتفادانا ما يشوفناش. يعني ما هو ماشي مجبور انه هو يشوفنا او يفتح الفيديو ديالنا، غير يشوف وجهنا يقلب الجهه اخرى ويعملنا بلوكا وما عندناش شي مشكله ابدا. انا قعدنا نعمل فيديوهات قصيره كوميديه مضحكه دمها خفيف تمام، وقعد الناس تهاجمنا. دخلناكم بيوتنا، دخلنا بيت مريم ووريناكم اهل مريم عشان خاطر بيقول لك مريم كذا. دخلناكم ورينا لكم البيت اللي خارجه منه مريم، ودخلتكم بيتي وريتكم بيتي عشان خاطر نتفادى من الهجوم. بس الهجوم لسه برضه علينا. هنعمل لكم ايه اكتر من كده؟ نفتح لكم الكاميرا ونعيشكم في حياتنا الطبيعيه عشان خاطر نوريكم ان احنا ناس شقيانه وبناس طالع عنا. بطلع من الساعه 8 الصبح ارجع بيتي الساعه 6 7 بالليل، ومش فاضي للسوشيال ميديا. السوشيال ميديا في الويك اند بشتغلها، مش اكتر من كده. بعمل في كام فيديو دمه خفيف مضحك بنضحك الناس بتنبسط معانا ومبسوطين معاهم. ده حاجه بسطانه. انتوا ليه بتعملوا لنا كده؟ ليه بتكرهونا في الحاجه الحلوه اللي احنا بنحبها وبنعملها؟ لا ما عندك علاش تكره. احنا كاينين اللي كيبغي اكثر من اللي كيكرهك يا محمود. كاينين الناس بزاف الحمد لله طبعا الحمد لله. وحتى هاد التعليق ما كيجيو تبارك الله. كاينين الناس طاهرنا هما كيجاوبوا علينا، هما كيجاوبوا بلساننا، ولكن حنايا بغينا نهضروا حنايا بنفسنا، نقولوا على موضوع نفتحوا هذا الموضوع حيت محمود كيتعصب بزاف من هذا التعليق. طبعا لا يا جماعه كل ستوب معلش، مع احترامي لكل الناس. انا في ناس طلعت بواخت الصوره وانا عارف الكلام ده كله، بس مش كل الناس كده. انا راجل مليان، وقسما بالله الفتره الجايه هسرد لكم تاريخ حياتي كله. هعرفكم انا شقيت قد ايه في حياتي عشان خاطر اوصل اللي انا فيه ده. من قبل ما نطلع على السوشيال ميديا مش طالعين نسعى على السوشيال ميديا. لو ما شبرش التليفون وكيبقى كيمشي عند ماماه يقول له اعطيني 20 درهم باش نعمر الانترنت ويجلس يسب في الناس. بالظبط كده. اللي بيكسب كيكون هذا الفئه. معلش انت شاحن لي بنجمه 6 ولا شاحن لي في المغرب ولا شاحن لي كارت فكه في مصر، وداخل ان انت تقعد كل واحد يقول لك انت ما اعرفش انت دايوس ومش دايوس. يا عم يا جدعان مريم ليها ناسها وليها ناس اللي بتحبها، ما اقدرش احرمها. انا راجل مش متسلط، مش اتجوزتها احبسها في البيت. ليها ناس محبينها، ولولا ان هي كاريزما وشخصيتها جميله وبتفيد البنات بمحتواها. ما يطلعش واحد بقى يكتب لي في التعليقات يقول لي بتفيد ايه. مالكش دعوه، هي بتفيد بطريقتها معينه وناس بتحبها وناس بتتقبلها. احرمها من الناس ليه؟ يعني انا احرمها من الناس ليه؟ ليها جمهورها وليها ناس اللي بتحبها وليها البنات. قسما بالله الاطفال اللي بتتابعها اكتر من الكبار. مريم جميع يعني الناس الاطفال الصغيره بتموت فيها لما بتشوفها في الشارع وتيجي تتصور معاها، ونزلت هي كام فيديو حاجات زي كده تمام. هي بتحب الاطفال جدا والاطفال بيحبوها جدا اكتر من الكبار، فهي بتأثر فيهم يعني بفكرة بأسلوب بطريقة. الحمد لله لا خارج ولا عمرنا ما طلعنا بحاجة فيها قلة أدب. كلبس ما كنخرجوش على التقاليد ديالنا وعلى الثقافه ديالنا. كهضره حنا كنعملوا فيديوهات بكل احترامنا لا انا ولا محمود، وحنا عارفين الحدود ما كتخطاوهاش في حياتنا. معلش لما هو صعيدي وانا مجم واحد الدار في طنجه هي محافظه جدا، فاحنا ما حاولناش يعني العائله ديالنا لا عائلته لا عمرنا ما هزوا علينا التليفون وقالوا لنا انتم كتعملوا شي حاجه غلط. طبعا بنخلي بالنا من كل حاجه. اول حد ما كيهضرش فينا او ما
يعني ما كيعلقش على التصرفات ديالنا، فاحنا متاكدين ان احنا ما كنعملوا حتى شي حاجه غلط. لا الحمد لله. معلش الديوز دي تقولها الواحد لمؤاخذه طالع بيستعرض وبيتعارض بمراته، احنا بنطلع بنعمل فن جميل، بنعمل فكره جميله. مؤاخذه ما بطلعش لمؤاخذه الست بتاعتي طالعه متبرجه ولا مثلا مبينه حته من هنا ولا حته من هنا عشان خاطر اجيب مشاهدات. يعلم ربنا الحمد لله مريم قبل ما اقول لها مثلا طقم بيبقى متغطى اقول لها مثلا مش عاجبني التيشيرت ضيق شويه مش عارف ايه، بخلي بالي من حاجات كتير جدا. فلما بنطلع باحترامنا، والناس كلها عارفه وشاهده على حاجه زي كده، والناس كلها اللي بتتابعنا عارفه ان احنا ناس محترمه، لا بنطلع نعمل قله ادب ولا بنعمل اساليب مش مظبوطه، ولا مريم بتلبس بطريقه غير لائقه ولا طالعين احنا عارفين احنا بنعمل ايه. فمعلش مع احترامي للناس كلها، يعني الرساله دي كانت لازم تتقال من زمان. بس فرجاء يا جماعه معلش بصوا للجانب الايجابي بتاعنا، وبلاش السلبيات والتعليقات السلبيات دي، عشان خاطر الحمد لله احنا بنحاول نتغاضى عن السلبيات. دخلناكم بيوتنا عشان خاطر نتغاضى عن السلبيات دي، بس برضو لسه الموضوع زايد. فتحياتي، وانا اسف جدا على الطريقه اللي انا اتكلمت بيها، ده بتكلم بيها لاول مره، بس معلش الموضوع زاد عن حده زياده عن اللزوم ومضايقني جدا ومضايق مريم، فحبينا ان احنا بس نوصل وجهات النظر عشان خاطر بس نتلاقى فكريا مع بعض. ونشوفكم باذن الله في الفيديو الجاي. مع السلامه.